هنا من مدينة خميس مليانة سندشن برنامج روبورتاج الشهر، والذي سنخصص عدده الأول بأكاديمية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. أكاديمية ينتظر منها الكثير، خاصة بعد تتويج المنتخب الجزائري. لماذا أنشئت هذه الأكاديمية وفيما تتمثل أبرز أهدافها؟ أمور كثيرة ستكتشفونها معنا، كونوا في الموعد. رفع التاج الإفريقي ورسم النجمة الثانية على قميص الخضر جعل حلم الجميع يكبر لرؤية مستقبل زاهر لكرة القدم الجزائرية. رغبة زاد معها حلم الأطفال لولوج هذا العالم، وهو ما يمر حتما عبر الالتحاق بمراكز تكوين تسمح للاعب بصقل مواهبه. مشروع كان السمة البارزة للاتحاد الجزائري لكرة القدم ومكتبه الفيدرالي لدى عرضهم لبرنامج الترشح، وما يوضحه الرجل الأول في مبنى دال إبراهيم. هذه فكرة اللي كانت في المشروع نتاعنا لما يعني كنا حابين يعني ندفعوا الدفتر تاعنا على رئاسة الاتحادية، وهذا يعني هذه النقطة كانت نقطة من النقط الأساسية يعني في البرنامج نتاع المكتب الفيدرالي. وهذا الشيء يعرفوا العام والخاص بأن يعني احنا كمكتب فيدرالي هذا المشروع هذا كان من أولويات نتاع الاتحادية، ولهذا يعني ما رانا إلا نطبقوا في نقطة مهمة من المشروع اللي كنا نتكلموا عليه قبل ما جئنا إلى الاتحادية. هي الفكرة جات يعني في بداية المشوار تاعنا في هذه المديرية مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والأعضاء، وخاصة بعد توصيات السيمبوزيوم اللي الناس الكل لاحظوا فيه نقص في التكوين في هذا المجال، وخاصة اليوم العام والخاص يعرف باللي ما كانش فيه تكوين في الأندية وما كانش فيه مراكز تكوين، ولذا كان من واجبنا ومن أولويات المشاريع في المديرية الفنية القيام بهذا. بدأنا بوضع اللبنات الأولى فيما يخص القانون وكيفية انتقاء اللاعبين، يعني من ناحية لي ديسبوزيسيون ريغلومونتير، من ناحية لو ريغلومون انتيريور، يعني من كل الجوانب اللي تمكننا باش نخلق هذه الأكاديمية. هذا المشروع يتطلب يعني مراكز تكوين، ولهذا يعني في برنامج الاتحادية والمكتب الفيدرالي يعني انطلقنا في أشغال نتاع بناء أول مركز يعني فيدرالي للاتحادية اللي راح يكون إن شاء الله في مدينة تلمسان. وهذا المشروع انطلق منذ يعني 6 أشهر، والحمد لله يعني الأشغال راهي على مستوى جيد، وراهي مستمرة يعني كما نقولوا احنا بسرعة يعني مقبولة لهذا المشروع. ولكن يعني احنا وبالتجربه نتاعنا يعني في النادي قبل يعني مجيئنا الاتحاديه عارفين بان يعني كما نقولوا احنا المشكل تاع الكره الجزائريه هو المشكل التكوين، ولهذا يعني الاتحاديه فكرنا باش ننطلقوا في العمل قبل ما نكملوا يعني بناء المركز الاول اللي راح يكون في تلمسان. واقتربنا يعني وطلبنا من وزارة الشبيبة والرياضة باش يعاونونا في هذا المجال، وحقيقة يعني أنا أشكر وزير الشبيبة والرياضة يعني على يعني الاهتمام نتاعو بهذه النقطة الحساسة. وأول مركز يعني اللي سمحوا لنا باش نستغلوه لمدة 4 أو 5 سنوات هو مركز خميس مليانة. تشكيل نواة أول أكاديمية للفاف في الجزائر مر عبر عدة مراحل سمحت لإطارات المديرية الفنية لكرة القدم بانتقاء أفضل المواهب عبر التراب الوطني. أول مرحلة في بداية الأمر كانت مرحلة انتقاء للمسؤول الأول على الأكاديمية السيد جيرونا فيشنتي، اللي كان مكلف من طرف المديرية بهذه العملية، عملية الانتقاء. كان معه زميله خوانخو، هما 2 تقنيين من إسبانيا، اعتمدنا عليهم باش يديروا هذا الانتقاء.
في بداية الأمر كان انتقاء بتنقلهم إلى الولايات عبر التراب الوطني. كانت عملية شاقة، يعني مدة 8 أشهر، حوالي 6567 طفل اللي شفناهم عبر كل القطر الوطني. نعطيك مثال، كان تجمع في بلعباس، كان تجمع في سعيدة، في وهران، حتى في بشار، يعني في قناصة، في ورقلة، في حسيم سعود، يعني كل الجهات الشرقية، يعني باتنا، عنابة. العملية كانت عملية شاقة مدة 8 أشهر. Bueno, nosotros el proyecto de la academia es formar a los jóvenes talentos del fútbol argelino. Hemos estado buscando por toda Argelia, hicimos un rastreo de jugadores en las 9 regiones, yo en persona me desplacé por todas ellas, y lo que busquemos era fomentar que los jugadores que no tuvieran una oportunidad de dedicarse al fútbol profesionalmente por tema de medios, que por medio de la federación pudieran llegar a formarse como jóvenes talentos. يعني ورانا حابين يعني نتقاربوا لعدة مدارس. المدرسة الأولى المدرسة الإسبانية اللي على كل حال غنية عن التعريف، والناس كل تعرف يعني ما جابته الكرة الإسبانية اليوم من ناحية التكوين. دونك جبنا السيد فيتشاندي جيرونا اللي راهو اليوم يشرف على هذه الأكاديمية، وحطينا معاه مدربين جزائريين اللي ان شاء الله تدريجيا رايحين بعد سنه، بعد سنتين، 3 سنوات، يعني لان المشروع تاع اكاديميه لازم تعرفوا بان اقل يعني فتره ولا مده باش الواحد يكون لاعب يعني يكون في المستوى هي 5 سنوات. 5 سنوات، واظن هذا الزمن راح يسمح لكل الكفاءات الجزائريه اللي راهي تجيب حتى هي بالمعرفه نتاعها ويعني مع الكفاءه الاسبانيه راح ان شاء الله نخرجوا كفاءه جزائريه. 8 من شهر فبراير سنة 2019. المكان المركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. الساعة كانت تشير إلى 9 صباحا، معلنة عن المرحلة الأخيرة من تجارب انتقاء اللاعبين من كل جهات الوطن. أتوا حاملين معهم حلما واحدا، أن يكونوا في المستقبل لاعبين محترفين في المستوى العالي. اسمي طهراوي نبيل، في عمري 15 سنة، نلعب في فريق ديال عين دفلة. اليوم جيت باش ديسبيتي هنايا في سيدي موسى، ان شاء الله يخيروني وندير كاع اللي عندي باش نكون في ليكيب ان شاء الله بربي. انا لاعب سعدان شهاب، نلعب في نادي ترجي قالمو، عمري 15 سنة. كانت تورنوا جيدة جدا وفيها أحسن لاعبين من كل الأندية الجزائرية. اسمي حسان، لقب مرخي، لاعب في فريق حسيم سعود. جابونا لهنا والحمد لله حاجة مليحة. A todo ello, nosotros lo que hicimos es, después de rastrear todos los jugadores, hacer unas pequeñas preselecciones por regiones hasta que lleguemos a poder hacer un grupo de entre 23 y 24 futbolistas, que es los que componen la academia de élite de la selección. فيها 6567 قمنا بانتقاء 71 يعني شاب مولودين بين 2004 و 2005 في تجمع وطني بمركز سيدي موسى. كان عندهم عامل كبير لهنا في مركز التقني، وتم الاختيار 23 لاعب اللي راهم حاليا موجودين في مركز خميس مليانة. A todo ello empecemos a formarlos en la academia hace 3 meses. Y bueno, lo que con ello queremos es que los jugadores pues puedan llegar a ser profesionales del fútbol. احنا بالتجربه تاعنا يعني ما نقدروش كيما نقولوا احنا فوج ولا بروموسيون ما تقدرش تتجاوز 25 لاعب باش يعني العمل يكون جدي ويكون يعني عمل فيه كيما قال لك تكون نوعيه فيه وتكون يعني كاين جوده في العمل.
المرحلة المقبلة كانت تنظيم اجتماع مع أولياء اللاعبين الذين تم قبولهم بصفة رسمية في الأكاديمية، اجتماع حرص فيه رئيس الاتحاد الجزائري رفقة أعضاء المديرية الفنية إلى شرح أبرز أهداف المشروع. أولياء اللاعبين جزء لا يتجزأ من المشروع، لأن هذا المشروع احنا بالتجربة تاعنا ما يقدر يكون ناجح إلا ولا كان الطفل عنده عزيمة باش يدخل هذا اختيار نتاع الطفل مع الأولياء نتاعو. كما نقول احنا سي ان بروجي دو فامي. يعني نتكلموا على سن 2004-2005، يعني لا ماجوريتي الاولاد هذو يقروا في الرابعه متوسط وعندهم لي زيكزامان دو بي ام، وكاين بعض الاولاد اللي راهم بروميير اني سكوندير اون دوزيام، يعني هذا ستاناج حساس. واذا احنا الفكره تاعنا كنا لغينا كل الاولياء، وكان اجتماع مع السيد رئيس الفيدراليه وين شرحنا البعد التربوي والرياضي لهذه الأكاديمية، لأن المهم في هذه الأكاديمية أن يتحصن الولد من ناحية الدراسة ويكون العمل التقني والتكويني باش إن شاء الله يكونوا عندنا كذلك يعني لاعبين عندهم مستوى. عبد العزيز بومنقوش وجندر رشيد عينتين من اللاعبين الذين اجتازوا كل المراحل قبل الالتحاق بالأكاديمية. جندر رشيد في عمري 15 سنة، جيت مولاية مصالم. بون قبل ما نجي للأكاديمي هنا كنت لعب في طارجي مستغانم لسبيرونس، من بعد درنا لا سيليكسيون الأولى درناها في وهران تما ريجيونال، لعبنا كاع في وهران، تما جا في كوتش فيسنتي تما ولا يشوف لي جوار. بعد رحنا بالعباس جاو تاني لي جوار، ماشي كاع كيما كنا نهار الاول مي اللي اختارهم. بالعباس عاود تاني سيليكسيوناني، من بعد رحنا لسيدي موسى، كنا نباتو في السويدانيه ودرنا في سيدي موسى. ايوا الحمد لله هذيك كانت التاليه. ومن بعد درنا ماتش التالي تاع الاكاديمي كونتر لا سيليكسيون، منها رحت لعبت مع ليكيب ناسيونال، لعبنا ليوناف في وهران، وجيت لهنا تاني مع الاكاديمي. تما بدات حياتي، من تما بدات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم بومنقوش عبد العزيز من ولايه تيارت بلاد المهديه، 15 ans. كنت نلعب في شبيبه تيارت، من شبيبه تيارت داونا لا سيليكسيون لسعيده، من سعيده داونا بالعباس فينيك لا سيليكسيون، عاود داونا للسويدانيه، من السويدانيه سيدي موسى فينيك لعبنا. كانت لا شارج، كان الضغط علينا، كان بزاف كنا ولعبنا وخدمنا شويه والحمد لله رانا فيها. المركز الذي تم اختياره يتواجد في ولاية عين الدفلة، وبالضبط مدينة خميس مليانة. مركز أعيد تهيئته من جديد حتى يتماشى متطلبات مركز تكوين من المستوى العالي. لا ما كانش يتوفر على الجاهزيه تاع دوكا. المركز كان شويه ماهوش مهيئ سابقا، ملي جاو الاكاديميه لهنا تاع لافاف كان امليوراسيون بزاف. انايا كان المركب كان ناقص بزاف من حيث الامكانيات، من حيث استقطاب الفرق عبر كامل القطر الوطني، حيث انه كان الوحده اللي كانت تسمى وحده الايواء العلاج والاسترخاء سابقا، اما الان عطاو له تسميه اخرى نسبوه للفاف، المركز التقني الجهوي لكرة القدم بخميس مليانة. عودنا هيكلنا هذا المركز، واليوم الحمد لله نقدر نقولوا بأنه يعني يوفر ظروف لاباس بها مقبولة. سقموا لي كليماتيزور، سقموا داروا شومبر فرواد، داروا سقموا الالكتريسيتي، سقموا وفروا من جميع الميادين. ستعيشون معنا الآن يومين كاملين سنقضيهما في مركز خميس مليانة. الساعة كانت تشير إلى 7 صباحا، وهو موعد إيقاظ اللاعبين قبيل التوجه لتناول فطور الصباح.
شي صوالح ما كناش نعرفهم في الكلاب، عرفناهم في الاكاديمي. بزاف صوالح تعلمنا من الصباح الرقاد في بلاصتو، نسقموا الفراش، لا شومبر، كل حاجه في وقتها الحمد لله. تعلمنا بزاف صوالح، تعلمنا كيفاش نلعبوا في التيره، كيفاش تعلمنا كل حاجه نعطوا لها وقت تاعها. ولي تعرف تقسم وقتك بين القرايه والبالون، نهار شغل تقسمه، دير عندك وقت تاع لونترينمون وعندك وقت تاع قرايه وعندك وقت تاع رقاد. خاطش هنا اللي ترقد، خاطش غادي غدوه شغل يجوا ايامات اللي تحق لي فور بزاف. تعلم تكتيك، تعلم الفيزيك، تعلم كاع الانواع تاع الفوتبول تعلمهم هنا، قاعد تعلمهم. تاكل غايه، تشرب غايه، كلش دير هنايا نورمال. والحمد لله على اللي خيروني، وان شاء الله نزيد نكمل، وان شاء الله نزيد ننجح اكثر من اللي كنت، وان شاء الله نلعب في الخارج ان شاء الله باذن الله. 8 صباحا موعد بداية الدروس، وقد صادف وجودنا فترة إجراء الفروض الفصلية، جانب تولي له الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم أهمية كبيرة. الأهداف الأساسية للأكاديمية والفيدرالية أن ما نهملوش وما نهمشوش الجانب الدراسي. قمنا بإن كونفونسيون افيك اون ايكول بريفي، والحمد لله يعني هناك دي بروفيسور، دي بون بروفيسور او نيفو دو خميس مليانه، وين الاولاد يسون اون انترنا وراهم يقراو تما. حجم الساعي اللي راهو متحدد بالمدرسه هذه، والاولاد راهم يبورسويف يعني لو بروسيسوس دو سكولاريتي تاعهم. ندرسوا التلاميذ هذو، وكان تجاوب كبير بالنسبه. انا تفاجأت مع التلاميذ، كاين تجاوب كبير بالنسبه لعمليه التمدرس، خاصه ان التلاميذ هذو كانت عندهم معدلات شويه دون المتوسط ومتوسط، لكن عملنا لهم الفروض صرنا انهم تحسنوا كثير. كاين مقارنه، خاصه كنا في التعليم، حنا كنا نقروا التلاميذ 40 و35 تلميذ في القسم. حنا القسم في الافواج التربويه قليله، مثلا في السنه الرابعه متوسط عندنا 7 تلاميذ، عندي واحد سنه ثالثه، وعندي واحد في سنه اولى متوسط بالمراسله. كاين وكاين تلميذه وتلميذين سنه ثانيه متوسط بالمراسله. يعني العدد الافواج التربويه قليله، هذا مما يساعد في عمليه التمدرس. هنا الجواب بسيف عليه يقرا، اللي يكون مثقف باش تعرف تهدر، وليق تقرا ليق. خاطش بلا قرايه ما طيق دير والو في حياتك، ماغري تلعب بالون تكون تلعب غايه بصح ما دير والو. عمليه التمدرس تتم هنا في المؤسسه هذه، في المركز هذا، حسب النظام التربوي المنشود والموجه في باقي القطاعات او وزاره التربيه. نفس البرنامج، نفس المنهاج اللي يدرسوه في باقي المؤسسات التربويه يدرسوه هنايا. بعد الدراسة الوجهة الآن الملعب الرئيسي للمركز ذو العشب الطبيعي. Nosotros, el método de trabajo que realizamos es un trabajo integrado, que los jugadores asimilen los conceptos del juego, tanto técnicos como tácticos, como la asimilación en el juego, que es lo más importante, que es lo que estamos viendo que aquí en Argelia sucede, que el jugador no comprende el juego. Les hacen tener acciones reales, pero el jugador no las asimila. Y entonces es lo que estamos trabajando con ellos. الميكروسيكل تاعنا ابري سي شاك سيمين عندنا مقابله، وهذه المقابله هذه نحوسوا الماكسيموم بوسيبل اللي اللاعبين يشاركوا فيها، يعني كل سمانه نغيروا شويه التشكيله، وهذا ماشي يعني شويه صعب باش نحققوا لي بون ريزولطا، ولكن احنا عرفنا الغايه تاعنا انه اولا لوبجيكتيف نيميرو 1 سي لا فورماسيون دي جوور. ما شد انتباهنا هو اعتماد الطاقم الفني على منهجية عمل لا تختلف كثيرا عن ما هو موجود في الفرق العالمية، وعلى سبيل المثال تقنية التحليل عبر الفيديو.
مجال يعني تقنية الفيديو أو التحليل جد مهم في تكوين اللاعبين الأكاديمية، بحيث أن اللاعبين يشوفوا يعني الأخطاء تاعهم وعلى كل مستويات، يعني تكتيكي، فني، بدني، حتى الذهني، يعني يشوفوا كاع الأمور أو التصرفات تاعهم على الملعب بدون كرة، بكرة. يعني هذا المجال جد مهم في تكوين اللاعبين. تاكتيكمون، فيزيكمون، كيما حنا في الكلوب وين كنت ما كناش نديرو سيونس داناليز، هنا دير تبدلوا عليك بزاف صوالح، ماشي كيما كنت تما. كاين بزاف صوالح. فهمك يعني المراحل يعني تاع هذا المجال. اولا تسجيل المقابله، دائما نسجلوا المقابلات تاعنا، من بعد نروحوا مباشره الى يعني استخدام اللوازم الاعلام الالي، وين كاين هناك برامج خاص بالتحليل، ونقوموا بالتحليل الفردي. اولا نحلوا يعني المقابلات بالتحليل الفردي كل لاعب، وبعد ذلك نروحوا للتحليل يعني عبر 3 خطوط، يعني الدفاع، وسط الميدان، والهجوم. نشوفوا لورغانيزاسيون دي سيونس دونطرينمون تاعنا. دونك شاك ميكرو سيكل عنده ديفيرونت سيونس. هنا يسون ريبرتوري هنا كاع في شاك دوسي. ميكرو سيكل نيميرو 1 2 3 باغ اكزومبل. نشوفوا هنا ميكرو سيكل نيميرو 6 سي لا 6e جورني. نشوفوا لورغانيزاسيون هنا دي سيونس. باغ اكزومبل تشوفوا هنايا كيفاش ننظموا لي سيونس تاعنا. سي دي سيسيون دونطرينمون سبيسيفيك، يعني ديرهم سبيسيالمون الكوتش فيسنتي. دونك هنايا بوكو بلوس ان اونطرينمون انتيغري كلشي بالبالون. دونك هذه هي لا ديفيرونس لي ا بو بري ابورتي بارابور لا فورماسيون تاعنا. هنايا سي دي سيونس ا 100% افيك بالون. نقطة أخرى لا تقل أهمية عن الجانب الدراسي، ألا وهي الجانب النفسي، حيث تسعى الأخصائية النفسية حورية محنون إلى مرافقة يومية للاعبين وتأطيرهم من هذا الجانب الحساس. Après le coach, quelle catastrophe. Tout le monde cherche aussi quelle catastrophe, ماشي ما لعبتوش بالقلب، ما لعبتوش بالحراره اللي نلعبوا بها، داير في بالكم ملي راكم داخلين تلعبوا الماتش باش تربحوا. دخلنا نلعبوا الماتش باش نربحوا، كاين دو شونس، ندخل نلعب الماتش لازم ما نحكرش لادفيرسير، راني حيت نلعبوا معاه ولازم ندير كاع واش حديت 90 دقيقه. انا ديجا قلت لكم ماكمش راح تروحوا هذه لا سيمين، ماشي غير على جال على جال الدوفوار. Nosotros lo que intentamos es que el jugador esté como en su casa. Intentamos que cada 3 semanas viajen a sus casas 2, 3 días, 4 días, para que la integración dentro de la academia no sea tan forzosa. O sea, hay que ver que son jugadores que van a cumplir 16 años y la mayoría de ellos nunca han salido de sus casas, siempre han estado viviendo con su familia y bueno, en ese sentido los jugadores lo llevan bastante bien. هنا تخدم اللي تكون تخدم اكثر من السيريا. هنا صايك شغل ما بقالكش بزاف وتوصل. هنا اللي تخدم بزاف باش تخدم اكثر من اللي كنت تما. خاطر صاي هكا شغل راك في الاكاديمي، راك تعلم، راك تكون باش عندك هدف واحد اللي هو توصل. والحمد لله ورانا فيها ورانا نخدموا، ونشكر اللي لونترينير اللي راهم واقفين معنا ورانا نخدموا معاهم، مخليين سامعين في لافامي، سامعين في كلش واقفين معنا. هنا في الاكاديمي تعلم من الاولى، الحياه الاولى انضباط، هي الاول اللي باش تكون ديسيبليني ويتعلم بزاف صوالح. البالون لا مكنتش ديسيبلين ما تقدرش تلعب بالبالون، لا مكنتش متربي ما كنتش ديسيبليني بزاف صوالح ما تقدرش تلعب. الحصة التدريبية المسائية أجريت تحت الأضواء الكاشفة وفي ظروف مناخية خاصة، سعى فيها أعضاء الطاقم الفني لتطبيق عدة تمرينات وتصحيح بعض الهفوات التي سجلت في المقابلة الودية أو الرسمية. قبيل التوجه لتناول وجبة العشاء
يأخذ اللاعبون وقتا للاسترخاء واسترجاع أنفاسهم بعد يوم شاق، فيما وجدنا الطاقم الطبي يعمل على قدم وساق لاسترجاع بعض اللاعبين المصابين. اليوم وجبة العشاء ستكون سريعة على غير العادة، حيث أن ذهن اللاعبين موجود على بعد آلاف الكيلومترات، وبالضبط في بوتسوانا. بتركيز وشغف كبيرين شاهد اللاعبون لقاء الخضر، الجميع في مخيلتهم حلم واحد: تقمص الألوان الوطنية مستقبلا. يوم جديد وحصة تدريبية أخرى، هذه المرة في ملعب محشوشب اصطناعيا، حصة ركز فيها الطاقم الفني على تحضير اللقاء القادم في البطولة. مدرب الحراس توفيق شرشان في عمل خاص رفقة حارسي الأكاديمية، فيما كان اللاعب عمر يجري حصة تدريبية على انفراد. في البداية كانت يعني صعيبة، باسكو الاكسبيريونس الأولى اللي خذناها باش يعني تخير لي بون جوار او بيان لي بون غارديان سي ديفيسيل تيرتوا ناسيونال. يعني خرجنا ناسيونال وكان معنا غارديان نوتر ثاني خرج معنا، دونك يعني سي ديفيسيل باش دير لو شوا. مي تحدينا، كان ان ديفي تحدينا باش ندو لي ميور دو غارديان و لي ميور دو جوار. تعلمنا شي صوالح كاع ما كناش نعرفوهم في الكلاب بزاف. مثلا ما كناش نعرفوا نطيحوا بزاف، كنا نهابوا باش نقيسوا رواحنا، كنا ما نعرفوش نخدموا كروازي باش نقيسوا رواحنا في السماء، ما كناش نعرفوا نخرجوا، ما كناش ندو لي سورتي، بزاف صوالح كنا ما نعرفوهمش، ولا الحمد لله لنا في الاكاديمي تعلمناه. في الفريق انا كنت حارس مرمى، ما كانش عندنا لي مويان يعني البيداغوجيك ولا لي مويان ايمان اللي راهي واجده دوكا حاضره. الحارس مرمى يطلب ان يكون بيان اونكادري، باسكو الغارديان توجور دون سي بوا كوم ان كاج، دونك هذيك لاكاج ما عندوش مع من يهدر هو، دونك لازم واحد اللي يمشي معاه طيله يعني المشوار تاعو. ما شد انتباهنا ونحن ننجز هذا العمل الصحفي اهتمام سكان المنطقة بهذا المشروع الجديد. سي سير عاود حياه مام لو كان تروح تسقسي اصحاب المنطقه على بالي باللي يشكروا، باسكو هذاك شغل مشروع وطني، ماهوش مشروع تاع لاعب، ولا هذا مشروع تاع دوله وين يستفاد فيه خاصه اصحاب المنطقه ولا 48 ولايه. سي ان بيجو بور لا ولايه بريميرمون، و دوزيامون سي ان بيجو بور لا كومين دو 5 مليون. 5 مليون هذه معروفه في القدم باللا بيبينيير تاع اون فوت، وحنا ما كنا من الاوائل اللي كنا نطالبوا بالاكاديميه هذه وبالمشروع تاع زاتشي هذا اللي داروا لنا. المشروع هذا يمثل حاجه مهمه في منطقه 5 مليانه ولايه عين دفله، بحيث يستقطب لاعبين على مستوى القطر الوطني، من حيث التعارف ما بين اللاعبين، الثقافه تاعهم، ماشي غير من الجانب الرياضي، لأنه من الجانب الثقافي. في كل نهاية أسبوع يجري لاعبو الأكاديمية لقاء رسميا ضمن بطولة النخبة الخاصة بالفئات الشبانية أقل من 17 سنة، رغم أنهم ينتمون لفئة أقل من 15 سنة. فترى هل يركز الطاقم الفني على النتائج؟ لا صراحة احنا الهدف تاعنا ماهوش النتائج، احنا خليناهم يدخلوا المنافسة باش يكون عامل التكوين دائما فيه تقييم في الأخير، لأنه المنافسة هي حقيقة التقييم بالنسبة لأي لاعب. وما يخفاش للجميع انه هاد اللاعبين راهم يلعبوا في بطوله نتاع اقل من 17 سنه، هما راهم اقل من 16 وكاين حتى اقل من 15 سنه، وهذا اللي سمح لهم باش يلعبوا المنافسه، يكونوا دي كومبيتيتور في دون لو شامبيونا. وان شاء الله احنا المبتغى نتاعنا هو زياده في هذا العمل، لانه احنا الامنيه نتاعنا الكبيره انه الانديه يتابعونا في هذا المجال، لانه لا بغينا في يوم ما انه الكره الجزائريه تكون كره ذو مستوى عالي، كره جميله، لاعبين اللي يتجاوبوا مع الكره الحديثه،
لازم الانديه هما يكون عندهم مراكز التكوين، وفي هذه المراكز التكوين بالطبع راح يكون فيه عمل نوعي، ومن هذا العمل النوعي اللي راح يسمح في المستقبل ان شاء الله هذه المراكز الوطنيه حتكون مراكز امتياز، مراكز امتياز اللي راح المنتخبات الوطنيه تستفيد منها لتمثيل الجزائر في المحافل الدوليه وخاصه في فئه الشبانيه. حسينا رواحنا مالي نلعبوا حنا مع لاج كبار علينا، مالي لا شارج علينا، الضغط يلعبوا ميم خادمين فيزيك خير منا، بقاش كبار والحمد لله رانا معاهم، رانا شادين معاهم ونورمال كلي لاج واحد. بصح النتائج يعني تهمنا، يعني هو حافز يعني لي جوار يحوسوا على النتائج، بصح انديريكتومون حنا نخلوهم ما يحسوش بلي النتائج هي اللي النتائج تاعنا هي التطوير البدني، التطوير التكتيكي، التطوير الفني في المجموعه. ما نركزوا عليها، يعني ماهوش عائق كبير، لو بوكو بليس كاين عائق شويه في لي دويل، يعني شويه لا فورس اللي ان بو ديفيرونت بارابور U15 U17، مي ابار سا راهم يلعبوا اللاعبين عادي، ما كان اي حاجه. الحمد لله يا ربي. وثاني هذه المقابلات يساعدونا في التكوين، تسمى حنا هذه المقابلات تاعنا هدف يساعدوا في التكوين، ماناش نديروا مقابلات باش نربحوا ولا ما، ولكن بغض النظر ماشي معناتها بلي لازم نحو هذا الجانب تاع لازم هذا لي ريزولتا بوزيتيف لازم يدخلوا لي جوار، ماشي معناتها بلي ما نحوسوش على لي ريزولتا بوزيتيف، ولكن كيما قلت لك اولا سي بيان لا فورماسيون. فيما تتمثل أبرز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها القائمون على هذا المشروع في المديين المتوسط والطويل. والهدف نتاعنا وهو يعني هذه الأكاديميات هذو راح يكونوا خزان لكل الفرق الجزائرية، ما هيوش. ولازم نوضح حاجة مهمة، بأن هذه الأكاديميات ما همش منتخبات وطنية، لأن في الماضي يعني التجربة الأولى تاع الاتحادية السابقة وهو يعني كونوا أكاديمية وحطوا فريق وطني اللي كان يعني الهدف تاعو باش يشارك في كأس الأمم، حطوه في مركز وبداوا العمل به. ولكن هذا المشروع نتاعنا مختلف تماما. هذا الأكاديمية ماهيش فريق وطني. لما الناخب الوطني تاع الفريق اللي أقل من 17 سنة يكون الفوج نتاعو، ما يرفدش هذا اللاعبين الكل تاع الأكاديمية، راح يكون خزان مثله كمثل كل الفرق الجزائرية اللي يقدروا يمدوا لاعبين للمنتخب الوطني. هذا هو الفرق الأساسي. Que los jugadores salgan, que salga el máximo de futbolistas profesionales dentro de 3-4 años, que con 18-19 años tengan una formación tanto académica como a nivel de futbolística para que puedan llegar a ser jugadores profesionales. Yo tengo muchas esperanzas que muchos de ellos puedo anticipar que van a llegar a ser futbolistas profesionales y ojalá los veamos en un futuro en el fútbol internacional. وثالثا نخرجوا ان موديل يعني يكون اون ريفيرونس ا تو لي كلوب باللي لو فوتبول الجيريان من يكون عنده حجم ساعي، من يكون عنده مستوى وين يوصل على سنه مثلا يكون عنده 18 سنه و 19 سنه. وهذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. يعني العمل هذا الكبير اللي راه على مستوى الخميس مليانه يعني الاكاديميه، في 3 سنوات ان شاء الله غادي نشوفوا نجم الثمار تجنيها الفرق والمنتخبات الوطنيه. Hemos recibido críticas, no críticas, de todo tipo. Hemos oído que aquí vienen los jugadores porque han pagado, porque los padres han pagado dinero para venir. Bueno, yo puedo garantizar, asegurar, afirmar al 100% que los jugadores, los 24 jugadores que componen la academia, los he elegido yo. Yo no he tenido ninguna presión por parte de ninguna región, de ningún directivo, absolutamente de nadie. La responsabilidad en el momento de que el presidente Zechin me coloca en el cargo es total y firme, arreglo a que los jugadores que están aquí son todo bajo mi responsabilidad. وقبل أن نختم هذا العدد حضرنا مفاجأة خاصة للاعبين نترككم تكتشفونها.
بون بار اكسبيريونس الاكاديمي تمد منفعه مليحه للكره الجزائريه. كما على بالكم انا خريج اكاديميه بارادو، تعلمت بزاف حوايج تما. بريميرمون الاكاديمي تربيك وتعلق دي ريلاسيون دو فرير اونتر جوار وين تنجم دير ان جروب سوليد، وراح نستفيد منها الكره الجزائريه، سورتو هاد الاكاديمي تاع الخميس اللي ان شاء الله راح دير لنا لعابه كبار وين هما راح يكونوا المستقبل تاع المنتخب الوطني الجزائري. نظن بلي هذه الاكاديميه تاع الفاف نظن بلي حاجه مليحه تساعد بزاف اللاعبين الشبان ان شاء الله اللي يكونوا لاعبين مستوى كيما ان شاء الله. نظن بلي المنتخب الوطني هو المستفيد الاول من هذه الاكاديميه في تكوين الشبان. السلام عليكم. اولا نحيي كل القائمين على اول اكاديميه اللي تفتحت في خميس مليانه. نظن انه الاكاديميه هذه عندها فائده كبيره للرياضه الجزائريه بصفه عامه واللاعبين بصفه خاصه، حتى ما يضيعوناش مواهب كرويه. شفنا انه فيه مواهب كثيره اللي ممكن ضاعت وهذا بسوء استغلالهم، لكن من خلال هذه الاكاديميات ان شاء الله يا رب بدات لنا بوابه الافتتاح باكاديميه خميس مليانه. ان شاء الله نشوفوا اكاديميات اخرى ولتاطير الشبان ولاعطاء فرصه ومواهب كبيره للشباب الجزائري حتى يقدموا مستوى كبير، وهذا دائما في صالح الكره الجزائريه وفي صالح المنتخب الوطني. Salam alaikum à tous. Voilà, on est là pour parler particulièrement des académies et plus particulièrement de l'académie de Khmis Miliana. Déjà une académie c'est très important pour le football, pour les enfants, les jeunes qui évoluent dans le football. Et cette académie récente qui a été fondée, elle est très importante pour nous, pour les Algériens, car il y a beaucoup de jeunes talents qui sortent des académies, comme on a vu par exemple pour le Paradou, qui est je pense une des meilleures académies niveau presque mondial, je dirais. Et voilà, cette académie de Khmis Miliana, j'espère qu'Inch'Allah, elle va être très intéressante pour les jeunes, pour l'environnement là-bas. Déjà, c'est bien qu'il y en ait une. Et surtout pour la progression et Inch'Allah pour l'équipe nationale aussi, c'est le but. Et voilà, donc grosse force Inch'Allah et khair Inch'Allah. السلام عليكم. حبيت نقول فيليسيتاسيون للكيب تاع خميس مليانه اللي داروا هاد الاكاديمي تاع لافاف. الانتيري سي كو البلاد تبروفيتو ماكسيموم من المواهب ومن لي جون تاعهم. ان شاء الله سا بيان سباسي، وان شاء الله لو بيي تاعنا يبروفيتي من هاد لي طالون. وفوالا كيما نهضر باسمي، كيما انا، كيما يوسف، كيما ادم زورغان، كيما هشام، كيما بلان جوار اللي خرجوا من الاكاديمي. ان شاء الله لي جون تاعنا يكملوا على المسيره اللي درناها حنايا في الاكاديمي، وان شاء الله فوالا يريوسيو ويفيدوا البلاد ان شاء الله. هاد الامور يزيدوا يحمسوك باش تكون كيفهم اللي قنا نخدموا هنايا، انك تخدم باش تولي كيفهم، خاطر هما خدموا باش يوصلوا اللي راهم فيه. حنا تاني قنا نخدموا باش نلحقوهم. انا نخدموا على ذا الشيء، ان شاء الله نكونوا كيما هما، ان شاء الله ميم هما ما راحوش ديريكت، خدموا كيما معنا من الاكاديمي من الصغر، طلعوا حتى الحمد لله ربي كمل لهم كرام سنين. Parce que avoir une coupe d'Afrique c'est bien والحمد لله التتويج هذا، مي فو لا كابيتاليزي. استثمار في هذا كاس افريقيا اللي هي حلم متحقق وحلم كل الجزائريين، لان احنا الهدف تاعنا واش هو؟ susciter de l'intérêt de que l'enfant rêve en équipe nationale. Pourquoi pas à ces jeunes on aura inchallah des futurs محرز، des futurs عطال، des futurs بوداوي. أحلام مشروعة وطموحات تتزايد يوما بعد يوم هي أولى النتائج التي تجنيها كرة القدم الجزائرية من إنشاء مراكز للتكوين، والتي ستساهم حتما في المستقبل باكتشاف مواهب جديدة. الهدف تاعنا هو هدف نبيل، أن نعطي للشاب الجزائري مهما كان موقعه،
كان في الصحراء او في الثل او في الشمال او في كل بقعه من البلاد العزيزه، ان يكون عنده امل انه يلتحق بالفرق الوطنيه ويلتحق بفرق محترفه، ولما لا كما كان السنوات الاخيره فوار دي جوار دون لي غران كلوب اوروبيان، وان شاء الله نرفعوا بالمستوى والنهوض بالكره الجزائريه. أنا نطلب منهم يعني باش يعملوا، لأن تحقيق الحلم يطلب يعني دي ساكريفيس وعمل كبير، وإن شاء الله يعني نتمنى لكل هذا اللاعبين النجاح إن شاء الله، وخاصة يعني نتمنى باش فرق وأندية يعني تنطلق في العمل هذا الأساسي للنهوض بالكرة الجزائرية، لأن يعني ما كانش طريق آخر يعني باش نعاودوا كما نقولوا حنا نخليوا الكرة الجزائرية تبقى دائما في المستوى، لأن الحمد لله اليوم حققنا إنجاز كبير اللي هو كأس إفريقيا. ولكن كيفاش راح نبقاو على هذا المستوى إذا ما كانوش عندنا لاعبين غدوة في الفرق الوطنية اللي رايحين تدريجيا يمشيوا الفريق ألف، باش يخليوا دائما الفريق ألف نتاعنا هذا في المستوى اللي راهو فيه اليوم. مشروع تسعى من خلاله الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم أن تكون القاطرة التي تقود الأندية الجزائرية حتى تنتهج هي الأخرى هذا المسار، والذي سيعود حتما بالفائدة على الجميع. باش نهضروا خلطوها. Bonjour, salam alaikum. Moi parler en espagnol, ok, pour faire l'entreviste. وهذا لا فورماسيون لا خلاص. نزيد نحكي رواد ما يبانوش مشوهب.